واحد اسمه مظفر شريف جاب حبة رجالة كده وقعدهم في أوضة ضلمة فيها نقطة ضوء، وبقى يخليهم يركزوا في الضلمة وبعد كده يبصوا لنقطة الضوء ويسألهم هي النقطة اتحركت قد إيه؟ مع العلم النقطة ما اتحركتش أصلا، لكن بيكون في قصور ما في العلم بتاعتنا اسمه العلمي أثر الحركة الذاتية، هيخليك لو أنت هناك تحس إن النقطة اتحركت. المهم كل الإجابات كانت غلط، بس مش دي البوينت. أول يوم سأل كل واحد لوحده فكانت الإجابات مختلفة. رابع يوم بعد ما كلهم عرفوا إجابات بعض كلهم اتفقوا على إجابة واحدة. عمك شريف قال لك هنا بس يا عم، وادي تجربة علمية بتدل بالبرهان إن البشر دول أي كلام وناس بتتأثر ببعض كأنهم روبوتات، وأكد على مبدأ نفسي اسمه تأثير المجموعة، وفيها أي شخص بيغير رأيه وقناعته اللي هو مقتنع بيها مادام كل الناس كده اللي هو رأي القطيع وكده، يعني زي ما الناس بتشتم بعض دلوقتي على الفيسبوك. لكن بعد 20 سنة جه واحد اسمه سولومون ايش قال له خد يابا اللي اسمك شريف، ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت بتقوله ده عيب التجربة بتاعتك، التجربة بتاعتك على راسي بس الناس مش قطيع او زومبي، الناس اتفقت على اجابة واحدة في التجربة بتاعتك لان السؤال بتاعك صعب ومبني على قصور اصلا، فالناس مش متأكدة من اجابتها. فطبيعي طالما انت مش متأكد من اجابتك ما تتمسكش بيها وتحجر دماغك، وانك تشوف الاغلبية اتفقت على ايه، وده ان دل فيدل على رقي البشر اصلا. نسقف هنا لعمو قاش على الكلمتين الحلوين اللي قالهم في حقنا، وقال له انا هعلمك تجربه تبين عكس كلامك اللي انت قلته ده، وراح جايب ورقتين رسم 3 خطوط اطوالهم مختلفه في ورقه وخط واحد في ورقه ثانيه، وجمع الرجاله وسالهم سؤال واضح وسهل: يا جماعه الخط اللي في الورقه ده طوله قد ايه؟ ان خط في الورقه سؤال سهل اهو هنقطع بيه وش شريف. وطبعا كان جايب كام واحد تبعه مستخبيين وسط الرجاله، وكان مهمتهم ان يجاوبوا غلط عشان يشوف هل الرجاله الحلوه دي هيفرق معاها رأي الناس الغلط حتى لو هم متأكدين من إجاباتهم ولا لا. الرجالة بقى عملت إيه؟ برضو اتفقوا على رأي المجموعة واتفقوا على رأي الناس المزروع وسطهم عشان تشتتهم واختاروا الإجابة الغلط، بس بنسبة أقل شوية من تجربة شريف، 70% بس. حصر علينا. طبعا أنت دلوقتي بتقول إيه الناس الهبلة دي؟ أكيد أنا مش كده، أنا رأيي دايما من دماغي مش بتأثر بحد، والحقيقة أنا كمان بقول كده، وعبد الرحمن صبحي بيقول كده، وكل الناس بتقول كده، لكن الحقيقة كلنا عايشين تحت تأثير المجموعة بس مش حاسين. أنا لو مسكت تليفونك دلوقتي ومسكت أنغامي أو سبوتيفاي وجبنا قائمة اللايكس هنلاقي إن نص الأغاني دي أنت ما كنتش بتحبها في الأول، بس الأغاني انتشرت، المجموعة قالت إنها حلوة فأنت مشيت معاهم. لو رحت عشرت مجموعة ما بتسمعش أغاني وبتسمع قرآن مثلا وبتسمع قرآن بس، يا بختهم، هتعمل زيهم برضه. اهالينا زمان كانوا بيقولوا الصاحب ساحب،